فاكر أول فانوس اشتريته؟ وفاكر صوت المدفع قبل المغرب بثواني وانت ماسك التمرة ومستني الإشارة؟ وفاكر لما كانت الشوارع كلها بتتنور واحنا أطفال بنجري تحت الزينة كأن رمضان دخل مخصوص علشان احنا؟ لو الذكريات دي عدت قدام عينيك دلوقتي يبقى انت دخلت مود رمضان المصري الحقيقي. وقبل ما نبدأ، لو الحلقة دي رجعتك لذكريات حلوة اضغط لايك من دلوقتي كده علشان نوصل الحكاية لناس أكتر، واكتب في التعليقات رمضان زمان ونشوف كام واحد لسه فاكر الطعم القديم. لو انت مصري هتفهم، ولو مش مصري تعال أفهمك. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر مش بيبدأ مع أول يوم صيام. رمضان في مصر بيبدأ قبلها بأسابيع، وأول علامة مش بتشوفها في التقويم بتشوفها في الشارع. فجأة كده وانت ماشي تلاقي أول لمبات زينة ظهرت في بلكونة، وبعدها بيومين الشارع كله اتغير. حبال متشدودة بين العمارات ولمبات ملونة طالعة من بلكونة لبلكونة. تلاقي شباب المنطقة واقفين على سلم، واحد ماسك الحبل، واحد بيعلق الزينة، والشارع كله واقف تحت بيدي تعليمات: يمين شوية، شد الحبل، كده تمام. والأطفال بقى، الأطفال بيعتبروا الزينة دي مشروع رسمي بتاعهم، يتخانقوا مين يعلق أكتر ومين الزينة بتاعت شارعه تبقى أحلى من الشارع التاني. وبالتوازي مع الزينة تلاقي محلات الفوانيس السؤال في كل مكان: فاضل قد إيه على رمضان؟ هيجي يوم كام السنة دي؟ والغريب إن الناس بتبقى مستعدة نفسياً للشهر قبل ما يجي فعلاً. علشان كده بنقول دايماً رمضان في مصر يبدأ عندما يفرح الشارع. ومن أكتر اللحظات اللي تميز رمضان في مصر هي الدقايق اللي قبل المغرب. فجأة كده البلد كلها تهدى، الشارع اللي كان من شوية زحمة يبدأ يفضى، المحلات تسرع شغلها، والناس كلها ماشية بسرعة كأن عندها موعد واحد، موعد اسمه الفطار. لو ركبت تاكسي قبل المغرب بدقايق هتلاقي السواق بيقولك نلحق نوصل قبل الأذان، مش علشان مستعجل بس علشان محدش في مصر يحب يفطر وهو في الطريق. وفي البيوت السفرة بتتظبط والناس قاعدة مستنية اللحظة، حد ماسك التمرة في إيده وحد باصص في الساعة كل شوية، ونفس السؤال بيتقال كل سنة: الأذان أذن؟ وقبل الأذان بلحظات صوت القرآن يبدأ يطلع من التلفزيون والراديو، والناس كلها تسكت كأنها مستنية إشارة البداية. وفجأة يضرب مدفع الإفطار، الصوت اللي أول ما تسمعه تعرف إن اللحظة وصلت، وبعده مباشرة يبدأ الأذان. وفي اللحظة دي تحديداً البيت كله يتحرك مرة واحدة. بسم الله، أول تمرة، أول رشفة مية، وأول نفس راحة بعد يوم صيام طويل. والأجمل من كده إن اللحظة دي مش بتحصل في بيت واحد، دي بتحصل في ملايين البيوت في نفس التوقيت، علشان كده تحس كأن البلد كلها بتفطر مع بعض. وحتى إخواتنا المسيحيين في مصر بيشاركوا في نفس الأجواء، يحترموا إن الناس صايمة، وكتير منهم يحرص إنه ما ياكلش أو يشرب قدام حد صايم من باب الذوق والمحبة اللي بين الناس. وده جزء من السر اللي بيخلي رمضان في مصر مختلف، إن الشهر ده مش بيعيشه شخص واحد، ده المجتمع كله بيعيشه مع بعض. لكن الحكاية لا تنتهي عند الفطار، الحكاية تبدأ بعده. وطبعا رمضان في مصر عمره ما كان فطار بس، رمضان دايما مرتبط بحاجة أساسية: التلفزيون وقت الفطار. أجيال التمانينات والتسعينات كبرت على بوجي وطمطم، وبعدها جيل كامل عاش على بكار ورشيدة، ودلوقتي بقت برامج المقالب، والاسم الأشهر كل سنة رامز. الأشكال اتغيرت لكن العادة نفسها ما اتغيرتش، لازم حاجة تتشاف وقت الفطار علشان تفضل ذكريات رمضان مستمرة من جيل لجيل. في أماكن كتير في العالم اليوم في رمضان بيخلص بعد الفطار، لكن في مصر
اليوم يبدأ بعد كتير يمكن طول السنة مش منتظمة في الصلاة، لكن أول ما يدخل رمضان تقول لنفسها الشهر ده لازم أصلي كل الفروض. فتلاقي ناس كتير بدأت ترجع خطوة أقرب وتحاول ما تفوتش التراويح مهما كانت تعبانة. والمشهد ما بيخلصش عند كده، حتى صلاة الفجر في رمضان ليها إحساس مختلف. رغم السهر ناس كتير تصحى مخصوص علشان تصلي الفجر في المسجد، وتلاقي الجوامع في أوقات كتير مليانة بشكل قريب جدا من صلاة الجمعة. علشان كده رمضان في مصر مش بس شهر سهر ولمة، ده كمان شهر رجوع وهدوء داخلي، والناس فيه بتحاول تقرب خطوة زيادة. وفي وسط الروحانيات خاص جدا، قبل رمضان بكام يوم وانت ماشي في أي شارع تلاقي محلات الحلويات بدأت تطلع الفروشات قدام المحل، ترابيزات كبيرة، صواني متكومة، ولافتة مكتوب عليها بخط واضح قطايف كنافة بلدي. المشهد ده لوحده كفيل يخليك تحس إن رمضان دخل رسمي، حتى لو لسه باقي عليه أيام. تقف قدام المحل تلاقي صاج القطايف سخن، والراجل واقف يصب العجين دايرة ورا دايرة، والناس واقفة تتفرج قبل ما تشتري. والريحة لوحدها كفيلة تخليك تغير قرارك حتى لو ما كنتش ناوي تشتري. وفي مصر شراء الكنافة والقطايف مش مجرد شراء حلو، دي طقوس. ناس واقفة في طابور وكل واحد بيقول للبائع هات كيلو، لا استنى خليهم كيلو ونص احتياطي. وجوه البيوت تبدأ منافسة لطيفة، مين هيعمل أحسن قطايف؟ مين شربها شربات مظبوط؟ ومين الكنافة بتاعته هتطلع أحلى؟ وفي أول يوم رمضان تحديداً تلاقي كل الناس تقريباً بتقول نفس الجملة: إحنا السنة دي هنخفف حلويات. وبعدها بنص ساعة طب حط كنافة كمان. علشان كده نقول دايماً رمضان في مصر مش بس أجواء وروحانيات، رمضان في مصر ليه طعم. وطعم رمضان الحقيقي عند المصريين اسمه ببساطة كنافة وقطايف. وفي رمضان في مصر في حاجة تانية مستحيل الشهر يعدي من غيرها: الدورات الرمضانية. لو عايز تشوف الكورة بجد مش في الملاعب الكبيرة، انزل أي مركز شباب أو أي ملعب شعبي في رمضان، هتلاقي الكشافات منورة الملعب، جمهور واقف حوالين الخطوط كأنها مدرجات، تشجيع تصفيق وصريخ وكأنها مباراة نهائي. اللعيبة هنا مش بتلعب علشان ملايين ولا علشان عقود احتراف، اللعيبة بتلعب علشان الروح، علشان اسمها يتقال في المنطقة فلان ده حريف بجد. والأجمل إن الدورات الرمضانية مش بس مباريات، دي مناسبة اجتماعية، صحاب زمان بيتقابلوا، ناس ما شافتش بعض طول السنة تتجمع، والمنطقة كلها تقريباً تبقى موجودة حوالين الملعب. وأنا شخصياً واحد من الناس اللي ارتبط رمضان عندهم بالمشهد ده من زمان. أنا من ديكرنس، ولحد النهاردة ما زلت بتفرج على الدورة الرمضانية في مترومي، دورة بقالها تقريباً 48 سنة، وذكريات ناس كتير بدأت معاها وهي أطفال وكبرت ولسه بتحضرها بنفس الحماس كل سنة. وكل مرة بروحها أحس إن الزمن وقف شوية، نفس الأجواء، نفس الحماس، ونفس الناس اللي جاية تتفرج علشان تستمتع بالكورة الحقيقية، كورة الشارع. علشان كده نقول دايماً رمضان في مصر مش بس أجواء وسهر، رمضان في مصر حياة كاملة بتتحرك في كل شارع. وعندما يهدأ الليل يظهر صوت يعرفه كل المصريين. ومع هدوء الليل وقبل ما الفجر يقرب في صوت قديم جدا لكن لسه عايش في شوارع مصر لحد النهارده: صوت المسحراتي. صوت طبلة صغيرة بتمشي في الشارع بهدوء، وصوت معروف بينادي: اصحى يا نايم، وحد الدايم. ورغم إن الموبايلات والمنبهات بقت في كل بيت، لسه في ناس كتير تستنى صوت المسحراتي، مش علشان تصحى بس، لكن علشان الإحساس نفسه. وأطفال كتير لحد النهاردة أول ما يسمعوا صوت الطبلة
ينزلوا يجروا وراه في الشارع، يمشوا خلفه خطوة بخطوة، وكأن المشهد بيتكرر بنفس الطريقة كل سنة. المسحراتي في مصر مش مجرد شخص بيصحي الناس للسحور. المسحراتي جزء من ذاكرة الطفولة، جزء من التفاصيل الصغيرة اللي يمكن بسيطة، لكن من غيرها تحس إن رمضان ناقص حاجة. ولما تسمع صوت الطبلة في هدوء الفجر، تعرف إن يوم رمضاني جديد بدأ، وإن في تفاصيل صغيرة جداً هي اللي بتخلي رمضان في مصر حاجة تانية. وفي الآخر، لو سألت إيه اللي بيخلي رمضان في مصر مختلف، هتكتشف إن الموضوع مش في الزينة بس، ولا في الأكل، ولا في السهر. السر الحقيقي في الناس، في اللمة اللي بتتعمل من غير ترتيب، في الدعوة اللي تيجي فجأة تعال افطر معانا، في الشارع اللي كله يحس إنه بيت واحد، وفي الإحساس إن البلد كلها عايشة نفس اللحظة مع بعض. أي حد عاش في مصر حتى لو فترة قصيرة هيحس بحاجة واضحة جداً، إن المصريين مختلفين في الروح، مختلفين في اللمة، ومختلفين في الطريقة اللي بيحولوا بيها أي مناسبة إلى حكاية جميلة. أهلاً بيكم في رمضان في قناة نور الدين الوثائقية، وده أول فيديو من سلسلة رمضان السنة دي، سلسلة نحكي فيها حكاية المصريين وطباعهم، وليه كل واحد يزور مصر أو يعيش وسط المصريين يقول جملة واحدة بس: المصريين مختلفين.